السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة ال16 وهنكمل في حكايتنا مع تيرابوس. دلوقتي احنا مع جيرمانيكوس لابس زي متخفي وماشي مع جنب جنوده من غير ما يعرفوا، عشان يعرف هما معنوياتهم ايه على اللي هما داخلين عليه. اتأكد من معنوياتهم اللي كانت عالية وبدأ معركة إديستافيسو. ومن الناحية التانية من المعركة بيفكر أرمينوس جنوده بمعركة تويتوبورج، بس الرومان انتصروا عليه تاني. عشان أرمينوس يهرب عك وشه دم عشان يعرف يهرب بين الناس، وبدأ معركة أنجريفاري. الرومان ينتصروا تاني، وجيرمانيكوس يعمل من الأسلحة نصب تذكاري والغنائم اللي أخدها من المعارك ديت، وكتب تحتها جيش القيصر تيروس. وتبريوس يعرض على جيرمانيكوس قنصل روما، وعملوا حفلة للنصر. مجلس الشيوخ بيناقش إن هم يفرضوا ضرايب على الحرير والذهب، وتبرس زي ما السادات عمل بعد عبد الناصر يقول لأ، احنا ما بنفرضش قوانين عشان الأخلاق بتيجي من القدوة. وليو ليبودروسوس انتحر بعد الحكم عليه في قضية خيانة من تبريوس. كده احنا خلصنا السنة دي، والمحتوى الإضافي في الحلقة عن محمود درويش. أنا بحب محمود درويش، وكنت اتفرجت على حلقة السعدني. انا عرفته من ساعتها. انا كنت عارف ان في حد اسمه محمود درويش، بس ما كنتش عارف ان اي حاجه عنده. وبسمع بتفرج دلوقتي على مديح الظل العالي، ومن اكتر الحاجات اللي بحبها له سقط القناع ووحدي. دي من الحاجات اللي انا بحبها له. كنت عايز اعمل عنه حلقه بس خلاص اتعملت مش عارف اعملها زي ما اتعملت عند السعادة. ده صوته وهو بيتكلم، صوت يمزج صوت. شكله اصلا كان كاريزما في الحفله ديت، طريقه كلامه وهزاره وقت لازم تتفرجوا عليها. انا هحطها في الفيديو دوت. وبس، سلام.